إطلاق النار لا تلتزم فيه إطلاقا. يوميا يتم استهداف القرى الأهلي بالسكان المدنيين بالقذائف المدفعية والقذائف الهاون، طبعا لتهجير هذه المنطقة لإفراغها من سكانها. أيضا من ناحية أخرى الدولة التركية حاليا يعني من خلال الاستهداف المنازل المدنيين تم هدم حوالي 20 منزل من قرية شرقراق، وتم تدميرها بواسطة آليات تركس تدمير كامل. وهذا يثبت دليل قاطع أن الدولة التركية لا تريد الأمن والاستقرار للمنطقة شمال شرق سوريا خاصة وعامة سوريا أيضا. طبعا الدولة التركية هذا الوضع استغلتها من خلال انشغال الإعلام العالمي بوباء كورونا، ولكن الدولة التركية للأسف لم تلتزم أو تضع خطط حماية المنطقة من هذا الوباء، وعكس ذلك يتم المصابين نقلهم من تركيا بوباء كورونا إلى منطقة تل أبيض وراس العين لكي ينتقل الوباء إلى كامل الشعب السوري من خلال شمال شرق سوريا. طبعا نحن كإدارة ذاتية وكمقاطعة تل أبيض التزمنا ونلتزم بكل ما يتطلب منا حرصا على سلامة المواطن وحرصا على وطننا سوريا وعلى شمال السوري وحتى الآن، وسنلتزم أيضا مهما كلفنا الثمن، ولكن سنلتزم. وهذا لا يعني أنه لا ندافع عن أنفسنا. عندما نتعرض لهكذا هجمات وحشية سنقوم بدفاع عن أنفسنا. لذلك نحن من خلال إعلامكم نناشد الدول العالم وأيضا المنظمات وخاصة الحكومة الروسية والقوات الروسية المتواجدة في المنطقة، وهي القوات الضامنة، التدخل لوقف ممارسات هذه الدولة الوحشية